هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل معاكم ملوخيه وهعرفكم كل تكاتها وطريقتها، وهتطلع معاكي مظبوطه جدا. ملوخيه مصري اصلي، وهنعملها بكل سهوله، وطعمها وريحتها خيال. هقولك كمان ازاي بتفضل خضرة ولونها تحفه ومش بتفصل ابدا. مش قادره اقولكوا ريحتها وطعمها عامل ازاي يا جماعه. ما تنسوش اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا ندخل على الطريقة على طول. المقادير والمكونات كلها سيبها لكم تحت الفيديو في صندوق الوصف تقدروا تشوفوها. بصوا دي الملوخية أول ما جبتها شايفين شكلها كان عامل ازاي، وبصوا شكلها بقى عامل ازاي، مغسولة وبتصفي ونضيفة وزي الفل. دلوقتي على صينية خدتها حطيتها على صينية بعد ما اتصفت كل المية بتاعتها ونشفت، وحطيت معاها 3 فصوص توم، وهبدأ أخرطها. مفيش اسهل من كده، سهله جدا الملوخيه، ما فيهاش تفاصيل اصلا. شايفين؟ دي بعد ما خلصتها ما تخليهاش ناعمه لدرجه ان هي ما فيش فيها حبوب خالص او ورق باين، ولا طبعا تخليها خشنه. دي بالظبط الطريقه المظبوطه جدا، لانها لو خشنه قوي هتعوم على الوش، ولو ناعمه جدا 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 هتفصل منك وهتنزل تحت. اول حاجه شوربه الفراخ، دي شوربه فراخ وكانت سخنه جدا. اول ما هتغلي معايا الشوربه جامد هشيلها وهنزل الملوخيه وابدا اقلبها فيها واحده واحده. وانتي بتقلبي الملوخيه لو عملت معاكي الرغوه البيضاء اللي بتعملها على الوش مفيش اي مشكله، هي شويه وبتهدى، او تقدري تشيليها بمعلقه. وبعد كده في نفس الوقت بحط توم مع سمنه كتير وتوم كتير، الملوخيه بتحب السمنه كتير والتوم كتير. وهتحطي فص توم صغنطوط مبشور او تدقيه يعني، وتحطيه على الملوخيه ورشه سكر بتخلي طعمها يتجنن بجد، بيبقى طعمها حلو قوي. وحاجه كمان مكعب مرق الدجاج، صدقوني بيفرق في طعمها جدا. واظبطي حدوقيه الشوربه لازم تدوقيها قبل ما تحطي الملوخيه، يكون طعمها مظبوط مع مكعب الماجي كده، ظبطت 100 100. احنا الملوخيه مش بنسيبها تغلي ولا تستوي على النار، لان الشوربه كده كده سخنه، وهي اول ما بتنزل فيها بتستوي على طول. اول ما هتبدأ ترفع لفوق هيكون التوم استوى على طول. هتقومي منزله التوم، لازم يكون لونه ذهبي ما يكونش لونه بني، لو بني هيمرر وهيبقى طعمه وحش. وعلى طول هتحطيها في الحله، تنزلي بالتوم على الملوخيه، واسمعي احلى طشه. انا غطيتها لثانيه واحده بالظبط عشان الدخان الريحه تفضل، واوعي تغطيها عشان بتفصل تحت. انا بس قفلت الدخان عشان ريحه التوم تفضل فيها. يدوبك نزلته وشلته على طول. وبعد كده اتفرجوا على الجمال بقى، على احلى طاجن ملوخيه، طاجن يجنن. انا حطيت الطاجن سخن في الفرن، وقمت جايه مطلعاه على طول. طلعت الطاجن من الفرن ونزلت فيه الملوخيه. شوفي بقى، ولا تقولي لي بقى صبحي كابر، معلش بقى يعني، ولا تقولي لي مش عارف مين. احلى واجمل طاجن ملوخيه. السكر هيحفظ لك درجه الخضار بتاعها، وكمان لو الشوربه مغليه معاكي كويس. وخلاص هي دي التكات، والتوم بتاعك يكون مظبوط. شوفوا الجمال، شوفوا درجة خضرها تحفة ازاي. صدقوني احلى واطعم ملوخية. لو عملتيها بنفس الخطوات وبنفس المقادير هتظبط معاكي وهتبقي محترفة فيها. انا كده خلصت، يا رب يكون فيديو خفيف عليكم ويعجبكم. استنوني في وصفة جديدة واكلة جديدة، واشوفكم على خير. باي.